السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناة وصفات خديجة. كنرحب بجميع المتتبعين سواء القدام او الجداد. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. غادي نقدم لكم فيه حريشات صغار كيجيو بحال البسبوسه، كيجيو رائعين جدا، وكيف ما غادي تلاحظوا ما كيتطلبوش منكم مكونات بزاف. كنتمنى ان شاء الله هذه الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه وعجبتكم كنتمنى ان شاء الله تشتركوا فيها وكذلك تفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات. ودابا نبداو على بركه الله في تحضير الوصفه ديال اليوم. بالنسبه للمكونات، عندي هنايا كاس ونص من السميده الرقيقه، كل كاس فيه 120 غرام، المجموع 180 غرام. هذا العبر بكاس العنبه. وعندي هنايا نص كاس من الكوك او ما يعادل 30 غرام، ونص كاس من السكر او ما يعادل 80 غرام، ونص كاس من زيت نباتي او ما يعادل 80 ملل، وكاس من عصير البرتقال او ما يعادل 160 ملل. كيف ما كتلاحظوا الكاس ما كيكونش عامر حتى الفوق. الكاس اللي كنت كنعبر لكم به هذا كنعمرو حتى الفوق باش يلاه كيعطيني 160 ملل. بالنسبه للقياس ديال الكاس العنبه كيف ما كتلاحظوا الكاس ما كيكونش عامر حتى الفوق، فهكذا كيكون 160 ملل. وفي هذا القياس هذا كتعبروا جميع المكونات سواء السوائل او المواد اللي كيكونوا ناشفين. وعندي هنايا ياغورت طبيعي بدون سكر، الوزن ديالو 110 غرام، كيس من سكر الفانيلا، وقبيصه ديال الملحه، واحد راس معلقه صغيره. وعندي هنايا 10 غرام من الخميره الكيميائيه او البيكين باودر ما يعادل كيس ونصف، الا كان الكيس الوزن ديالو 7 غرام، كيس ونصف. وهنايا واحد نص معلقه صغيره من لوزيست ديال الليمون، وبيضه كبيره. من الافضل تكون البيضه الحجم ديالها هكا شويه كبير، ما تكونش صغيره بزاف. صافي دابا قبل ما نبداو اول حاجه غادي تاخذوا المول فين غادي طيبوا هاد الحريشات هادو. انا خديت هاد المول هذا ديال لي كاب كيك، دهنته بشويه ديال الزبده، تقدروا دهنوه بشويه ديال الزيت وترشوه بشويه ديال السميده الا كان اولا الا كانوا لي مول ديالكم كيلصقوا. هذا كيف ما كتلاحظوا كيجيو الحريشات شويه كبار، الا بغيتوهم صغار كتصوبوا لي مول اللي عندكم نتوما. اول حاجه غادي ناخذ الاناء فين غادي نخلط. بسم الله. غادي نوضع واحد البيضه، كنزيد عليها الياغورت. هنا انا كنفضل نستعمل ياغورت طبيعي ما فيهش السكر، لان كيزيد واحد النكهه رائعه لهاد الحريشات هادو، وكذلك كيكون القوام ديالو شويه عاقد، ما كيكونش خفيف بزاف. دابا غادي نضيف هنايا سكر الفاني، كنضيف قبيصه ديال الملحه، نص كاس ديال السكر، ونص كاس ديال الزيت. نخلط غير واحد شويه. غادي نضيف كاس ديال عصير البرتقال، هنا تقريبا واحد ليمونه ونص، الا كانت الليمونه شويه الحجم ديالها متوسط. كندير نص معلقه صغيره من لوزيست ديال الليمون، نص كاس ديال الكوك، وكنضيف السميده كاس ونص. كنزيد هنايا الخميره الكيميائيه 10 غرام. نتوما كيف ما كتلاحظوا الخليط ديالنا كيكون على هذا الشكل هذا، كيكونش ثقيل بزاف. كنخلط غير شويه كيف نحس باللي جميع المكونات انسجموا مزيان مع بعض. صافي وكندوز كنوضع الخليط ديالي في المول. تقريبا هذا الخليط او الكميه اللي صوبت معكم اليوم كتقدني في هذا المول هذا كامل. كنمشي كنوزعها عليه كامل صافي، وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نعمرهم كاملين.
التزيين كيبقى اختياري على حسب الرغبه ديالكم. انا زينته هنايا باللوز، تقدروا تزينوه بالفيغميسيل ديال الشكلاط. كتاخذوا هكذا الحبيبات ديال الشكلاط، كذلك من بعد ما كتوضعوا الخليط ديالكم هكذا في ليمون وكديروا شويه ديال الفيغميسيل من الفوق، وكتاخذوا واحد الكوردون وكدوزوا واحد الدوزه غير خفيفه هكذا كيف يتخلط لكم داك الشكلاط شويه مع الخليط ديال الحريشات. صافي كتدخلوهم الفران. من الافضل هاد الحريشات هادو قبل ما كتبداو توجدوهم كتشعلوا الفران من قبل يسخن، باش غير كتوجدوهم مباشره كتدخلوهم الفران يطيبوا. دابا انا غادي ندخلهم الفران اللي سبق لي وشعلته يسخن على 180، كنشعل ليهم من الفوق ومن تحت. دابا ان شاء الله غادي ندخلهم الفران ونتلاقاو من بعد ما يطيبوا. بالنسبه للمده ديال الطياب كيف ما لاحظتوا انا صوبتهم شويه عاليين، خداو لي تقريبا واحد 23 دقيقه في الفران. نتوما الا صوبتوهم صغار فغادي ياخذوا لكم مده اقل. انا كيسبق لي وقلت شالت عليهم الفران من فوق ومن تحت. الا كان الفران ديالكم كيحمر من فوق بسرعه فمن الافضل انكم تشعلوا عليهم من تحت حتى يتحمروا لكم ويطيبوا مزيان، عاد تشعلوا عليهم من فوق. وكذلك حتى بالنسبه للفرن ديال الغاز كتشعلوا عليهم من تحت حتى كيطيبوا، عاد كتشعلوا عليهم من فوق. المده ديال الطيب على حسب. هنا من بعد ما كيطيبوا كنخرجوهم وكنخليهم بحال هكذا حتى كيبردوا شويه لانهم كيكونوا هشاش بزاف. عاد غادي ناخذ واحد الكوردون كنمشي كندوزو هكذا في الجنيبات وكنخرجهم. كيف ما كتلاحظوا كيجيو على هذا الشكل هذا. صافي كنقدموهم بالصحه والراحه. كنتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تعجبكم وجربوها، راه كتجي رائعه جدا وما كتاخذش الوقت بزاف في التحضير ديالها. الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لي جيم وخليوا لي الراي ديالكم في التعليقات. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه وعلى التشجيعات ديالكم. ملتقانا ان شاء الله في الفيديو القادم مع وصفه جديده. خليكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.